اكتر لعبه بيلعبها الشيطان معانا انه بينسيك قيمه الحاجه اللي انت قعدت تتمناها كتير جدا، وبيخلي تركيزك كله على الثمن اللي انت بتدفعه. يعني لو سالت مثلا واحد عنده اولاد ايه اخبار الاولاد، احتماليه انه يفتكر قد ايه هو كان بيتمنى ان ربنا يرزقه باولاد قليله جدا. فيعني مش هتلاقي اللي يقول لك والله يعني دول اهم حاجه في حياتي ومستمتع بوجودهم في حياتي وعايش ابوتي او عايش الامومه او الكلام ده كله. لكن اغلب الظن هتلاقيه بيقول لك ايه، والله مطلعين عيني ومصاريف المدارس والمش عارف ايه والكلام ده كله. هو بيقول لك الكلام ده لان هو تركيزه دلوقتي بقت في الحته دي، المشاكل اللي الاولاد عاملينها او المصاريف اللي الاولاد محتاجينها او التركيز اللي هو محتاجه معاهم وهكذا. لو قلت لواحد ايه اخبار الوظيفه بتاعتك هيقول لك والله شقيان وتعبان واخده مني مجهود واخده مني سهر واخده مني حاجات كتير. هتلاقي تركيزه كله اللي الثمن اللي بيدفعه، ولكن هو مش هيبقى فاكر قد ايه هو اجتهد وقد ايه سعى علشان يوصل للوظيفه دي. وهكذا اي حاجه في حياتنا.